المسلسل الجديد ده زاندا ده ديل جايبين حاجة ذاته يعني خارج عرف المجتمع أصلا. جايبين لنا موضوع المثلية اللي بيروجوا له يا إخواننا في الفترة السابقة دي دول الغرب ودعموا دول موضوع المثلية. كان لاحظتوا في الفترة الأخيرة دي كان في ترويج شديد لموضوع المثلية، أن يتزوج الرجل الرجل وأن تتزوج المرأة المرأة ويفعل اللواط والسحاق. عايزة أفهم حاجة واحدة بس، أنت عايزاني ولا لا؟ عليك يا رجس أنا ما فاضية لك والله. يا زولا أنا سكت لك كتير، وريني أنت عايزاني ولا لا؟ أخفك يا طيب، أنت جنيت ولا شنو؟ ولو كترتي أنا حغلط معاك وممكن أضربك هنا عادي وأنت عارفاني كويس يا زولا. حصلت كده يا ريت بقول لك حاجة، أنا عمري ما حبيتك وأنا وافقت على القرف ده بس عشان أنت كنت بتصرفي علي، وأنا كل ما كنت بتقولي لي بحبك بمشي الحمام بستفرغ من القرف اللي احنا فيه ده. أخبارك شنو هذا؟ تمام الحمد لله. اسمعيني أنا أسألك سؤال. أنت كده زول في حياتك؟ زول يا عيشة. صديق حبيب قريب؟ لا ما في زول. ولا زولا؟ عيني يا ريت اوعى تكوني قالاني ما اعرف الكلام اللي بيحصل بينك وبين نيفين. الحاجة دي مرفوضة يا اخوان عندنا كمجتمع سوداني. رجولة ساي قبل الدين، رجولة ساي. الموضوع عندنا نحن كسوداني ما بنقبله. فديل يا اخواننا دار يجيبوا لنا المواضيع دي يدخلوها لنا عن طريق المسلسلات، لانه العلمانيين فشلوا في المجتمع، فشلوا. كونه يجي يقول لك يا اخي الله ما ولا اله والحياه ماده، فدين العلمانيين ده ما بخش لك في راسك الا تكون عندك مصلحه من وراه داير لك حاجه، لكن ما عندك مصلحه دين العلمانيين ده بخش لك في الراس. عشان كده وقت بدات الثوره دي في الاول ومرقوا كثير من الشعب السوداني مع العلمانيين، لأنه الشعب السوداني كان ضايق من حاجة اسمها كيزان وزهجانين من الكيزان. بيقول لك الشيطان ولا الكيزان، الجوع ولا الكيزان، وكنت مرقوا زمان صح؟ لكن العلمانيين لسه مستمرين ودار يطلعوا لسه لأنهم دارين السلطة العلمانيين. الشعب السوداني لما يفتطن للكلام ده طوالي بقى قاعد في بيوته، لأنه الناس وقت مرقت من الأول يا إخواننا ما كان كرهانة الدين. الناس وقت مرقت في الأول كانت كرهانة الكيزان وعمايل الكيزان، وما عملوا الكيزان في الشعب السوداني، مع انه الخروج حرام على الحاكم المسلم حرام، لكن الناس خرجت صح ولا ما صح؟ لكن الناس يا اخوانا ما كان كرهان الدين. لكن لما الشباب والشعب اكتشف انه الشغل ده مخطط علماني، والناس ما قصدهم انه بس موضوع انه يزحوا الكيزان فقط، انما هو موضوع بتاع انه ده يضربوا الدين، طوال يسحبوا. لانه وقت جاء اخواننا ما قصدوا الا الدين. جانا بوب تعب شعر ذاك قال شهادة المرأة ما تعدل قال شهادة مرتين ما تعدل شهادة رجل واحد، قال مفروض المرأة تكون زي الراجل واحد في الشهادة. وقالوا مواضيع الميراث دي آية الميراث دي مفروض يراجعوها. وجانا القراي الزول الأهبل عامل فيها دكتور، أنا ما أعرف جايبينه من وين ده لخبط المناهج كلها، وجاب صورة الله سبحانه وتعالى في كتاب ما أعرف التاريخ ولا كتاب شنو، قال ده الله وده آدم. المرأة عندنا في السودان مظلومة، بمعنى أنه الراجل إذا عنده الحق في أن يطلق هي عندها الحق أن تطلق، إذا لا عنده الحق أن يتزوج هي عندها الحق أن تتزوج. ما يكون في قانون ريكا، ما يكون في قوانين حق الأخلاق الشخصية مرتين شهادتهم بالراجل. يلا الحل شنو؟ أنا دايرة أقول لا، أنا دايرة الدستور ده يديني حق أنا كامرأة أكون قدر الراجل. في موضوع ثاني برضو أنا بنتقده اللي هي قسيمة الزواج، ولذلك نحن نرسل صرخة داوية لابد من عمل قسيمة حديثة. نقول إذا رغبت الزواج يكون في عصمتها، إذا رغبت الطلاق إنه في عصمتها، إنه لو داير يتزوج واحدة تاني لازم يختارها وإلى آخره. لابد من تغيير هذه الوثيقة. فالقرآن المكي أفضل من القرآن المدني وأحسن منه. واحد من الشباب يتكلم عن دخول المساجد، أنا بفتكر إنها الثورة مفروض تبتدي برضه من هنا لحد كبير، لأنه المسجد هو المهدد للثورة في الوقت الحاضر. ولخبطوا الدين العلمانيين لانه قصدهم الدين، خشوا المناهج فشلوا، جوبه جاي فشلوا، جوبه جاي فشلوا، خشوا الجامعات فشلوا. العلمانيين اي حته داروا يخشوا بها للشعب السوداني ده ما قدروا. جوبه شعار ثوره وحريه سلام وعداله برضه فشلوا. جوبه المخدرات والايس والشنو الشعب السوداني انتبه فشلوا. فقالوا ان احنا ندخل لهم بباب ده اكثر باب ممكن يكون ناجح، باب المسلسلات. اكن لاحظت المسلسلات دي يعني موضوع ما موضوع بتاع شيء يعني موجود في المجتمع، شيء كده نوع من انواع الخيال كده، لانه دار يوصلوا افكار معينه ومناهج معينه، ودار يضربوا الدين في نقاط معينه. الدين ده محفوظ، لكن انت كيف تثبت نفسك؟ اول خطوه تعملها تبعد عن المسلسلات دي كلها. حرام تحضر مسلسل، دو خذ فتوى من هنا ده حرام تحضر مسلسل، لا زان ده لا مكلا ما عارف منو، حرام والله اللي يسألك يوم القيامة. لأنه كونك تعمل للناس المشاهدات انت معناته بتنشر في الرذيلة، لأنه كل ما عملوا مشاهدات كل ما نشطوا وتاني بيقوا يعملوا في المسلسلات، انت نشطهم وبقيت تنشر في مقاطعهم
والله الله يسألك يوم القيامة. وهل الأمة دي يا أخواننا والسودان ده محتاج لمسلسلات؟ هل نحن يا أخواننا مشكلتنا في السودان المسلسلات؟ يا أخي نحن عندنا مواضيع كثيرة. أصلحوا المجتمع يا أخي، المجتمع محتاج لإصلاح من العقيدة الصحيحة، إنه يوحد ربنا سبحانه وتعالى.